مرحبا بكم من جديد. عندنا تقريبا 546 محكوم عليهم في قضايا الشيك دون رصيد. كذلك عندنا أكثر من 11,000 قضية لدى المحاكم في قضايا الشيك دون رصيد. حاليا وأخيرا على كل حال التعديل متاع الفصل 411 توجه لمجلس نواب الشعب من وزارة العدل. بطبيعة الحال باش نعرفوا أكثر، القانون يمر على مجلس نواب الشعب، يصادق عليه المجلس الفصل لديه التعديل نتاعو، ثم يصادق عليه رئيس الجمهورية. لكن بعجالة شنو اللي تبدل في الفصل 411 من قانون المجال التجارية المتعلق بالشيكات. باهي قبل كانت الكل شيك ما يتمش خلاصه في 5 سنين حبس، تو ولا عامين حبس في القانون الجديد. كذلك كانت الخطية على التأخير على السعر الشيك أو المعاملة بالشيك اللي موجودة واللي ما خلصتش كانت 40% خطايا تأخير، تو ولات 20%. كذلك اللي الأشخاص اللي أول مرة باش يكونوا محكومين بالشيك دون رصيد في الجديد بطبيعة الحال وما تشدوش قبل في الحبس، فباش يكون بإمكان القاضي أنه يبدل العقوبة السجنية بعقوبة متعلقة بالعمل للفائدة الوطنية. كذلك ولات فما إمكانية أنه نقوموا بجمع كافة الشيكات مع بعضهم في قضية واحدة. يعني قبل كان إذا كان الشخص عنده 5 شيكات كل شيك مش خالص باش يعدي عليه 5 سنين حبس، تو ولا فما إمكانية أنه يتموا الشيكات الكل ويكون الحكم هو عامين حبس فقط. لكن الخطايا المالية اللي هي تو ولات 20% على التأخير بطبيعة الحال ما يقعش جمعها كل شيك باش يخلص عليه 20%. هذه تقريبا بصفة عامة شنو اللي يتبدل في القانون. شنو اللي ما تبدلش في القانون للأسف الشديد هو ال 546 شخص المحكومين ما همش باش يكونوا مشمولين بالقانون هذا. يعني القانون ما فيهش مفعول رجعي باش يكون يطبق على المواضيع الجديدة إذا كان تمت المصادقة عليه، وهذا اللي أثار في حقيقة الأمر الإشكال في مجلس نواب الشعب. حاليا القانون رجع لرئيس الجمهورية اللي قالوا إنه باش يتم تعديله نوعا ما، ربما يضيفوا موضوع المفعول الرجعي باش يخرجوا الناس اللي شادين الحبس أو يقوموا بالحط من العقوبات اللي عنده 5 سنين تولي له عامين، واللي يتجاوز العامين في السجن إذا يخرج ونشوف حل في الشاك اللي ما خلصوش. هذا هو تقريبا بصفة عامة شنو قاعد يصير توا في موضوع الشيك دون رصيد. لكن الخلاصة والحوصلة اللي نجموا نخرجوا بها من الموضوع هذا إنه راهو الشيك هو أداة للخلاص ما هوش أداة للضمان. يعني اللي يكتب شيك من أجل أنه يشري حاجة معينة، خاصة الناس العاديين مش الناس التجاريين، الناس العاديين اللي يخلص شيك باش يشري أي موضوع معين، راهو الشيك فيه مشكلة كبيرة ياسر متعلقة بالحبس. راهو الشيك في أصل الأمر أنه يقع خلاص ويكون وسيلة انت خلاص باش الشخص ما يهزش معاه ملايين في جيبه. هذا هو أسباب وجود الشيك في الأصل، مش ضمان إلى أن الشخص يسدد الفلوس اللي عليه. فهذا هو تقريبا اللي قاعد يصير توا في مجلس نواب الشعب، وبطبيعة الحال ثم إمكانية كبيرة أنه يقع المصادقة على القانون هذا في أسرع وقت ممكن.